خلاص انسي اللي ليكي ماما من دلوقتي خلاص. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ انا اشرقت احمد. النهارده الفيديو هيكون لو خيروك. قبل ما نبدا الفيديو، لو انتم ما كنتوش مشتركين في القناه مستنيين ايه؟ تحت الفيديو على طول هتلاقوا فيه زرار كده مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، دوسوا عليه علشان تشتركوا في القناه وتبقوا من نجوم اشرقت. بعد ما تدوسوا على سبسكرايب هتلاقوا جنبها كده في جرس، ده اهم حاجه، دوسوا على الجرس ده عشان ده مهم جدا. وبعدين بقى بالمره وانتوا تحت، فبالمره بقى في زرار اللايك كده دوسوا عليه، يعني بالمره بدل ما تقعدوا تنزلوا وتطلعوا كده يعني. كمان تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، اسمائي هتكون على الشاشه وكمان اللينكات هتكون تحت في صندوق الوصف. ويلا خلينا نبدا. صح، مبدئيا بس يعني معظم التعليقات اللي انا كنت بقراها اللي انتوا كتبتوها لي على الفيسبوك بتاعت لو خيروك، يعني فمعظمكم كاتبين يا لو خيروكي تقولي لماما مش عارف ايه، او تعملي مع ماما مش عارف ايه، ولا تعملي كذا، ولا لو خيروكي تروحي لبابا مش عارف تقولي له ايه، ولا تعملي ايه. مش عارفه انتوا مالكم المره دي مستقصدين ماما وبابا دي حاجات ضحكتني قوي، وحسيت ان انا يعني شويه جديده بالنسبه لي انا يعني، فممكن انا اعملها. لو خيروا رفرف مش عارفه اسمها ايه بالظبط، بس ده اسم الفيسبوك بتاعها بتقولي لو خيروكي تروحي لمامتك وتقولي لها بخوف وكده ماما باب عايزه اقول لك حاجه وما تزعليش وكده، بابا عايز يتجوز عليكي، او تكلمي ولد خالتك او ابن عمتك، المهم ولد يعني، وتقولي ماشي يا خاين استنى عليا، ما كنش انا لو ما فضحتكش. انا ممكن اروح اقول لماما بابا عايز يتجوز عليكي. مش عارفه ايه رد فعلها صح. لا احنا عايزين نفكر في فكره ثانيه. اروح اقول لها ايه بس ثانيه؟ اصلا انا دلوقتي في اوضتي والباب مقفول عليا وكل حاجه، فهي اصلا مش معايا مش سامعاني اصلا. حلو، فكرت في الفكره. هروح اقول لها ان انا سمعت بابا بيتكلم في التليفون وبيقول يعني حضر طيب انا رحت اتقدمت وكذا، والفرح هما الفرح والمأذون هما المأذون كده، يعني انتوا هتشوفوا لما نروح. بس الاول بدل ما اروح، لانه في كذا حد برضو كان كاتب لي قولي لمامتك كذا قولي لمامتك كذا، هقول لكم بقيت لو خيروك يعني اللي هي متعلقه بماما، لانه مش كل شويه هروح لها وفي الاخر هتعرف طبعا اكيد. هي اصلا مش عارفه انا بصور فيديو ايه، يعني الفيديو ده هي مش عارفه انا بصور فيديو خلاص، او انا اصلا قلت لها ماما انا هروح اصور، وبعدين هي مش عارفه انا بدات اصلا ولا ما بداتش، اللي هو عادي. وبعدين انا طول اليوم ببقى قاعده بظبط في اضاءه وبعمل مش عارفه ايه، فده شيء طبيعي اصلا في البيت، يعني كل شويه بشحن الكاميرا، كل شويه بفتح الكاميرا عادي جدا، فده اصبح شيء طبيعي في البيت، يعني هي معتاده عليه. يعني بدل ما اروح كل شويه هقول لها لا كده هتعرف طبعا انه في حاجه. فانا هقرا معاكم بقيت لو خيروك اللي هنا المتعلقه بماما، وهروح هحاول ان انا اظبط كله مع بعضه كده، بان انا يعني اجيب لها كله مع بعضه، يعني لو خيروك دول بتوع كذا حد هدخلهم في بعض، يعني المواضيع كلها هدخلها في بعض، وهقول لماما هشوف رد فعلها هيكون ايه في الكركبه اللي انا هكركبها لها دي. من نور ايهاب بتقولي لو خيروكي تروحي تقولي لمامتك انا زهقت من الحجاب وعايزه اقلعه، او تنزلي سناب وتقولي فيه انا مجنونه يا ناس انا مجنونه. لا ثانيه، هي ماما ممكن ما تصدقش موضوع ان انا هقول لها ان انا عايزه اقلع الحجاب، لانه هي عارفه ان انا بحب الحجاب، بس ده برضه عايزه اشوف رد فعلها هيكون ايه. بس خلينا نشوف. الاء محمد بتقولي اولا ازيك ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم كلكم، وعليك يا الاء. بتقولي انا الاء وبحبك. ميرسي يا الاء، ربنا يخليك، انا بحبك اكتر. بتقولي لو خيروكي تغني اغنيه لرمضان ولا تاكلي معلقه ملح كبيره. لا طبعا عادي اغني اغنيه لرمضان، ما عنديش مشكله خالص. الملح قبل كده اكلت كنت هشرب وهموت. المهم هغني لكم اغنيه لرمضان. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب.
أروى محمد بتقول علشان أنا بحبك قوي هديكي لو خيروكي سهلة. خلينا نشوف. لو خيروكي تشربي لتر مية أو تقولي إن الشباك أنا مجنونة. على فكرة المية مفيدة جدا، عادي جدا أنا ممكن أشرب مية، بس أنا عايزة أعمل حاجة جديدة بدل ما أقعد أشرب مية وكذا. لا، قبل كده لما طلعتش من الشباك قلت أنا مجنونة ومش عارف إيه وكده، فعادي ممكن أطلع وأقول أنا مجنونة في الشباك. فخلينا نشوف، وخايفة يا رب يا رب ما يكونش في حد ماشي في الشارع يا رب. ده شباكنا. اوكي. انا مجنونة I'm crazy. طيب برنسس ديما تقولي لو خيروكي تقولي لمامتك انك ما قدمتيش امتحان، انك ما قدمتيش منيح بالامتحان، او تاكلي فلفل اخضر. يعني معناها ان انا اروح لماما اقول لها انه انا في امتحان من الامتحانات يعني خرجت فيهم وما عملتش كويس وكده، ولا اكل فلفل اخضر. والله بصي موضوع الامتحانات ده انا كنت دايما ارجع من اصلا احنا خلصنا الحمد لله من كام يوم، بس انا كنت دايما برجع من الامتحان بروح اقول لماما انه انا عملت كذا 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 في الامتحان، فايه عارفه كل حاجه، عارفه ايه انا غلطت في ايه، عارفه ده مش عارفه حليت في ايه، وده حليت فيه وحش وده حليت فيه ايه، عارفه كل حاجه اصلا. بس انا ممكن اقول لها انا ضحكت، يعني انا ضحكت عليكي عشان كنت خايفه منك، كنت خايفه لا تزعقي لي او تعاقبيني او كده، فقلت لك ان انا حليت كويس في الامتحان الفلاني بس انا ما حليتش فيه كويس. ممكن. كوكا شاهين بتقولي لو خيروكي تشربي لبن ولا تاكلي معلقه شطه. طبعا انا لو قلت لماما هتقولي لبن، هي اساسا ما تعرفش ان انا بسأل لو خيروكي يعني، بس لو مثلا عرفت او كده لبن طبعا. بعدين الشطه لا شطه يعني لا، اشرب لبن عادي. وادي اللبن كفايه. طيب هروح لماما، اللابتوب بتاعي بره تمام، فانا هطلع كاني هقعد على اللابتوب وهحط الكاميرا في اللابتوب، هداريها في اللابتوب علشان هي ما تشوفهاش. فمش عارفه، خايفه قوي، متوتره ومش عارفه اعمل ايه، بس ان شاء الله تظبط عليها يعني. بس هدخل زي ما قلنا مواضيع في بعض، وانتوا هتشوفوا يعني، انا ان شاء الله تسمعوني وان شاء الله تشوفوا كويس. ومعلش بقى اذا كانت الكاميرا بتتحرك، لانه انا اصلا الكاميرا دي ما فيهاش شاشه من على الجنب، فانا مش بقدر ان انا اشوف نفسي، مش بقدر ان انا اشوف انا بصور ايه، فمعلش بقى يعني اذا اتحركت، اذا جت كده انا مش شايفه اصلا. مفيش متضايقة. مفيش متضايقة. بجد مالك في ايه؟ زعلانة ليه؟ طيب في ايه؟ معرفش. كنت بتصوري دلوقتي؟ بس الكاميرا الشحن بتاعها خلص يعني، فبشحنها، فجيت عشان افتح اللابتوب. وانتي مش عاملة حسابك ليه؟ مش قبل ما تصوري بتعملي حسابك؟ مش عاملة حسابك ليه من الأول؟ خلاص يا ماما ما عملتش حسابي بقى. طب في ايه؟ هو ده اللي مضايقك يعني؟ لا. امال ايه؟ معرفش، كذا موضوع اصلا. ايه يعني في ايه؟ ما انتي انا لو قلت لك اي حاجه منهم اصلا انتي هتقعدي تزعقي وهتعملي وهتتعصبي. زعق ليه؟ ولا هزعق ولا هتعصب؟ في ايه؟ والله بجد. قولي يعني. يا سلام، يعني انا لو قلت لك مش هتزعقي ولا تتعصبي؟ ماما انا عارفاكي. موضوع ايه طيب؟ كذا موضوع بقى. ايه طيب قولي. بس لا يا عم مش هقولك. ايه هتقعدي مش هتصوري يعني ولا ايه؟ مش لما الكاميرا تشحن؟ خلاص براحتك. ما بصي بقى. نعم. كل مرة اجي اقولك ما اعرفش، ما بقاش عارفة اقولك وكده.
بس عارفة امتحان الالجبرا، مش انا قلت لك ان انا ما غلطتش غير غلطة واحدة؟ الحمد لله. لا ما هو اصل انا بصراحة غلطت 6 غلطات بس. إيه؟ 6؟ يا نهارك ابيض، انت قلت لي واحده. ايوه، ما انا ما قلتلكيش عشان انت كنت هتزعقي لي وكنت هتقعدي تعاقبيني وتندميني. وانت جايه دلوقتي عشان النتيجه خلاص هتطلع بتقولي لي؟ عشان انت لو شفتيها اساسا، ما تفاجئش. ما عشان انت لو شفتيها هتقعدي تقولي ازاي انت ناقصه كل ده ومش عارفه قولي لي من ايه. اولها، كنت قولي لي كنا نتفاهم. ما انت كنت هتعكنيني عليا. لا كنت تقولي برضه، مش تخبي عليا كل المده دي وفي الاخر تقولي لي. كل المده دي اصلا احنا لسه مخلصين الامتحانات من كام يوم. برضه انت ما قلتيش وما فكرتيش تقولي الا لما النتيجه خلاص قربت، صح؟ ايوه، ما عشان لما تطلع ما تقعد. بصي بقى عموما، استني، سيبك من كل ده. انت من امتى بتخبي عليا او بتقولي عليا، بتقولي لي حاجه وما بتبقاش صح؟ من امتى بتعملي ده؟ ما اعرفش، عشان انت كنت هتقعدي تعكنيني عليا وتندميني طول الوقت. مش عرفك، ما يمكن ما كنتش اعمل ده، كنت تقولي في وقتها، مش تجيلي بعدها بكام يوم وتقولي. الشركة اللي بتعمل ده عمرها ما حصلت منك. خلاص يا ماما، بصي بقى اللي حصل اساسا مش هروح انا ارجع الامتحان وهقعد يعني هصلح اللي انا غلطته. خلاص، وديني ضحكت عليكي وخلاص. ضحكتي عليا؟ ما قلتلكيش، وديني بقولك دلوقتي خلاص اللي اتكسر البنات اتصلح. التانية اللي بيكذبوا على مامتهم ويخبوا عليها وكده، ازاي؟ لا بس عشان انت طول عمرك بتزعقي، يعني بصي انت دلوقتي بتزعقي لي ازاي؟ انا بزعلك؟ ده انا المفروض كنت قمت ضربتك دلوقتي. اولا كم غلطة في غلطة، كم غلطة؟ كذبتي عليا، خبيتي عليا، قعدتي المدة دي كلها ازاي وساكتة كده وما بتتكلميش؟ انت بتهزري عشان النتيجة ما تفاجئش بيها، مش كده؟ يعني حضرتك هتسقطي في الجبر في الجبر. لا مش هسقط. امال ايه؟ هتجيبي درجة النجاح؟ ولا هيرفعوكي وهيعملوا لك لجنة رأفة حضرتك؟ صح؟ ما قلتيش لي الكلام ده من الأول. وايه تاني؟ ايه تاني؟ قولي يمكن في مادة تانية برضه. لا مفيش، هي دي بس اللي ضحكت عليكي فيها. الله أعلم، ربنا يستر. أنا مش هجيب النتيجة لحد وانت اللي هتروحي تجيبيها وهتبلغيني. أنا بقولك أهو. عادي، ما ممكن اجيبها وما اوريهالكيش. ما توريهاش. طب انا هروح المدرسه، ما كده المدرسه دي اصلا تبعي، هروح المدرسه او هتصل باي حد يقول لي. طب خلاص يبقى ما اروحش. هنكذب تاني كمان؟ فيها كذبه تانيه؟ لا ده انت اتغيرتي خالص. الشجره اللي تعمل ده؟ بعدين اصلا انا مخنوقه اليومين دول. ليه بقى ان شاء الله؟ ايه اللي خانقك حضرتك؟ بصي بقى، انا قعدت افكر جديا. نعم. وبعدين في ايه؟ ما انت هتتعصبي اصلا. يا دي هتعصب، كل حاجه هتتعصبي. ماشي، وعشان اتعصب او ما اتعصبش تقومي تسيبي لي تخبي عليا مواضيع؟ انا مش هتعصب يا ستي، اتفضلي. وفي الاخر هتتعصبي، ها؟ بتقولي مش هتعصب، في الاخر هتتعصبي. يعني انت عارفه ان المواضيع دي بتعصب، بتعمليها ليه؟ لا انا ما عملتش حاجه، انا اللي انا هقوله لك ده مش حاجه عملتها. امال ايه؟ بس اصلا بصي بقى، انا هقول لك على حاجه ودي اصلا حريه شخصيه عن ايه ليه، ومفيش حد هيقدر يتدخل فيها. ديك انت؟ حريه الشخصيه. حريه شخصيه ليك انت؟ ومفيش حد هيقدر يتدخل فيها. مفيش حد؟ اه حد ماشي، لكن انا ماما. ولا حتى ماما. اتفضلي. ايه اللي ولا حتى ماما تتدخل فيه ده؟ فكرت اقلع الحجاب. ايه؟ تعملي ايه؟ اقلع الحجاب. اولا انا ما جبرتكيش عليه، انت اللي لابساه بمزاجك، لبستي لي من الاول اصلا. هو احنا هنلعب بالدين بقى يا وربنا؟ ستي انا تجربه وجربتها، لبست الحجاب وعايزه اقلعه عادي. تجربه كام سنه؟ التجربه دي بتبقى يوم يومين، لكن كام سنه يا حبيبتي؟ واصل وحشني شعري وعايزه وحشك شعرك؟ ما انت بتسيبي شعرك في البيت، ايه المشكله يعني؟ ايه وحشني شعري دي؟ وتاخدي ذنوب بقى بره الناس تشوف شعرك في الشارع؟
انت مش كنت لابسه الحجاب ده مقتنعه بيه وعارفه ان ربنا هو اللي قايل؟ ماشي، بس خلاص غيرت رايي وانا عايزه اقلعه، وبعدين انا حره وربنا هو اللي هيعذبني حرة مش ايه؟ هيعذبني. ايه حكايه حره؟ انت من الاول انا اديتك الحريه تلبسيه، لكن ما تقلعهوش. هنا بقى انا هقفلك، هنا بقى فيها وقفه، معلش. يا ستي انا اللي لا، متحمله لا. مسؤوليته، مش انا اللي لبسته وانا اللي اتحملت مسؤوليه ان انا البسه، برضه انا اللي متحمله مسؤوليه ان انا اقلعه. انت عارفه انت بتقولي ايه؟ انت مقتنعه باللي انت بتقوليه؟ عارفه انت بتقولي ايه؟ فاهمه؟ ولا في ايه في دماغك؟ انا مش عارفه ايه اللي غيرك كده. لا لا، مش بنتي اشرقت دي اللي بتتكلم خالص. في ايه يا اشرقت؟ في حد قلع الحجاب قدامك؟ مالكيش دعوه بالممثلين بيقلعوا ويلبسوا والكلام ده كله، مالناش دعوه بيهم. ده انت اتحديتي العالم كله، ما رضيتيش تدخلي في التمثيل بسبب الحجاب ده. ده كان اكبر فنانين عايزينك وانت ما رضيتيش بسبب ان انت تخلعي الحجاب. فاكره ولا نسيتي؟ ما عشان بقى الفرص كلها بتضيع بنقلع الحاجات. فرص؟ وفرص ربنا فين؟ وجايه على رمضان وتقولي انا على الحجاب؟ انت بتهزري. ده الناس بتلبسه في رمضان مش بتقلعه. ماشي يا ستي، هقلعه بعد رمضان. يا سلام، يبقى عملتي ايه؟ ناويه ان انت يعني تعملي معصيه بعد رمضان؟ ده المفروض الناس بتدخل بتقول يا رب بلغنا رمضان، يا رب نعمل حاجه كويسه في رمضان ونستمر عليها بعد رمضان، مش نروح نعمل بعد رمضان حاجه وحشه. حرام عليكي اللي بتعملي ده كله، وانا مش دعوه، وربنا هيعاقبك من اللي انت عايزاه، بس ما تتكلميش معايا تاني في اي حاجه، خلاص؟ ما تكلمنيش تاني. طب لا، هكلمك بقى عشان في موضوع يخصك وانا هقولك عليه. يخصني انا؟ اه. مالكيش دعوه بيه، ادام يخصني مالكيش دعوه. حاجه تخصني؟ خلاص انت حر. انت اللي تخصك اتكلمي. خلاص انت حر. حاجه مش عايزاني اكلمك فيها، خلاص انت حر. اشربي بقى. اشرب ايه؟ لما تلاقي جوزك انت حره. مالي؟ ماله؟ لا خلاص مش هقولك. مال؟ قولي. لا خلاص مش هقولك، مش انت قعدتي تزعقي لي وتقولي حاجه تخصني، خلاص مالكيش دعوه بيها، خلاص انت مش دعوه بيها. تيجي بقى بعد كام يوم كده اما تيجي وتلاقي جوزك. ماله جوزي؟ ماله جوزي؟ انت عرفتي معلومه جديده يعني ما انا معرفهاش عن جوزي؟ اه والله؟ اه. لعلمك بقى من كام يوم كنت ماشيه يعني كنت ماشيه طالعه من اوضتي، فهو كان في اوضته ماشي، وانا معديه بالصدفه سمعته بيكلم واحد في التليفون وبيقول له طيب ماشي، جهزت كل حاجة ومش عارف ايه، جهزت عند المأذون كل حاجة. طيب اصل انا اتقدمت لها خلاص، وهنروح يوم الاربعاء نكتب الكتاب، يعني نروح عند المأذون ونكتب الكتاب وهيتجوز عليكي. والله وانت وقفتي تسمعي كل ده وتتصنطي؟ مش عاجبك ان انا اتصنطت؟ يعني انا معديت بالصدفه سمعته بيتكلم، وقفت اسمع. يمكن بيتكلم عن حد تاني. بيقول له وهروح اكتب الكتاب، هروح. هو عمره بابا ما هيعمل كده. اللي خليكي اساسا واخده القلم ده فيه، وفي الاخر لما هيتجوز وهتعرفي ان هو اتجوز، انت حره. مش هيتجوز ولا اي حاجه. ولعلمك بقى هو كان قاعد يقول لازم نسبكها عشان مراتي ما تعرفش ومش عارف ايه، وراح هيروح يوم الاربعاء. عارفه ليه بقى؟ طب ما قلتليش كده اصلا. هقول لك هيروح يوم الاربعاء. عارفه ليه؟ عشان انت عارفه ان هو يوم الاربعاء بيتاخر جدا في الشغل، بس هو يوم الاربعاء ده هياخد اجازه وهيروح يا حبيبتي يتجوز، مش هيروح الشغل. فقال لك يا حبيبتي ده اتاخرت في الشغل، هو اصلا مش متاخر، اصلا ما راحش الشغل، مش تبقى عارفه. والله يعني كنت معديه بالصدفه سمعته، وقفت عشان اكمل بقيه الحكايه عشان انا خايفه عليكي، وفي الاخر انت تقولي بتتصنطي ما بتتصنطي. تقولي دلوقتي وبعد ما اتخانقتي معاكي وبعد ما بزعقلك جايه تقولي دلوقتي؟ ما قلتيش ليه قدامه الكلام ده؟ هقول لك قدامه. قولي له انت يا بابا كنت بتقول كذا كذا كذا. لا هقول لك انت عشان انت اللي تروحي وتتصرفي. تقولي لي برده قدام او تقولي لي وانا في نفس الوقت ونفس اليوم اقول له، مش تستني بعدها بفتره. هتقولي له ما هيفيدك الموضوع. مين قالك كده؟ ولا يا حبيبتي وما يا حبيبتي. هقولك في يومها عشان في الاخر تتعصبي وتروحي تتصرفي غلط. ما لازم اقولك تقعدي تهدي كده وتشوفي انت هتتصرفي ازاي. هتصرف ازاي؟ عمره ما هيعملها على فكره. خليكي واخده القلم ده فيه.
عمره ما يعمل. خليكي واخده القلم ده، خليكي. وبعدين خليكي في مواضيعك انت، ها، اللي انت عماله تدهاني واحد ورا التاني دي. خليكي في مواضيعك دلوقتي. ما اصلا انا مخنوقه اليومين دول. اخلاق اليومين دول. اه. والخنقه تخليكي تعملي كل ده، تكدبي على ماما وعايزه تشيلي الحجاب وتعملي كل ده. الخنقه تخليكي تبقي بنت مختلفه خالص عن اشركة اللي انا عارفاها واللي ربيتها. براحتك. بس على فكره نتيجه كل ده، ها، تكلميش معايا خالص في اي حاجه تخصك تخصني، في اي حاجه. ايه يعني انا اروح اعمل انسي يعني انك انا بنتي، انسي ان في ماما معاكي في البيت. خلاص، ادام كل حاجه تعمليها بمزاج اعملي. خلاص بقى، انا ايه لازمتي؟ ماليش لازمه. وانا كنت فاكره ان انا ربيتك كويس، فاكره ان انت بتتصرفي صح، وسايباكي تتصرفي زي ما انت عايزه. تعملي اليوتيوب وتتصرفي مع الفانز بتوعك، تعملي اي حاجه، وسايباكي بحريتك خالص. تقومي تعملي كده براحتك. خلاص، انسي اللي ليكي ماما من دلوقتي. خلاص، عن اذنك. ماما ده مقلب، والله العظيم مقلب يا ماما. بس الكاميرا. ما انت قلتي الكاميرا لسه بتشتغل. ايه مقلب والله يا ماما. كل ده مقلب؟ كل الحاجات دي كلها مقلب؟ بتهزري. والله العظيم لعلمك بقى انا في الالجبرا ما غلطتش 6 غلطات زي ما انت فاهمه، وهتيجي النتيجه وهتشوفي. هتيجي النتيجه وهتشوفي. وانا ما ضحكتش عليكي في اي ماده اصلا. كل المواد لما كنت برجع كنت بقول لك انا عملت ايه وما عملتش ايه، وغلطت في ده وما غلطتش في ده. شوفي هتشوفي ان انا عمري ما كدبتش عليكي. ده فيها ليه؟ عشان كان في لو خيروك فاهمه خلوني. طب وانت تجيبي سؤال زي ده برضو بتوافقي عليه؟ بصراحه لقيته حلو وعجبني، كنت عايزه اشوف رد فعلك. تعصبيني يعني؟ ماما خلاص بقى انت قلبك طيب. وبعدين الحجاب، لا انا بحب الحجاب، وانت اصلا عارفه انت يعني انت اكتر واحده عارفه انا. قلت اتجننت دي ولا جرالها ايه؟ بعدين اصلا بابا انا لا سمعت ولا اي حاجه، وانت عارفه ان انا مش بتصنت على حد، ودي مش صفه فيا اصلا. اللابتوب ده انا كنت واخداه كده بس علشان من وشي بقى. ماما والنبي لا مسكت عصايه ماما. انا اتعصبت كنت هسيبك وامشي، لكن دلوقتي هضربك. ماما لا بس ترمي نفسك. قولي لي في مقلب زي كده ازاي اقول لك ويبقى مقلب ازاي؟ حتى انا ما اعرفش انت بتعملي ايه جوه، انت بتصوري. ايوه وبعدين بتصوري حاجه تانية. لا وبعدين ازاي اصلا لو قلت لك هيبقى مقلب، ما انت كده هتعرفيه. ما طبعا مش هقول لك، انت بتهزري يا ماما. كنت بتقولي برضه ممكن هتعملي لو خيروك تبقى عارفه. عشان تبقى عامله حسابك ان في مقلب. لا لو خيروك دي بالذات تبقى تقوليها لي لو سمحتي. اصلا بعدين مش هعمل فيكي مقلب في لو خيروك. ايه؟ هبقى اعمله بعدين. لا مش هيبقى في مقلب تاني في لو خيروك. لا اتفضل من وشي بقى، عشان كده فعلا انت عصبتي كده. لا انا ممكن فعلا اكسر دماغك دي، كسرت النضاره وبهدلك. مش هتقدري تكسري النضاره عشان انتي دفعتي فيها دم قلبك كذا نضاره تتكسروا على بعض. ايوه اضحكي، ايوه كده اضحكي. يلا